مساء الورد على أحلى متابعي ومشاهدي قناة إمارات الأشس، حياكم الله. معانا اليوم طبق تراثي بالدرجة الأولى وفي الإمارات نسميه الجامي، وهو مكون واحد فقط. خلونا مع بعض نبدأ ونشوف الوصفة والمقادير. في البداية في جدر على النار وضعت حوالي لتر وشوي من اللبن، يكون من النوع الثقيل ما يكون من النوع الخفيف. طبعا تقدرون تضافون الكمية أو تقللون الكمية، بس لتر وشوي راح تكون كمية كافية. على نار عالية في البداية نخليه حتى يغلي يبدأ ينفصل وتتكون معانا طبقة ماي تحت اللبن مثل ما انتم شايفين. راح راويكم في الفيديو. احنا نبغى نتخلص من الماي اللي تحت ونحصل على كتلة واحدة من اللبن اللي يسمى بالجامي. ننتظر شوي مثل ما انتم شايفين. هذا الماي اللي يتكون بعد ما انفصلت طبقة اللبن عنا، بعدين نصفيه في مصفاة تماما. راح تشوفون كمية الماي تحت، راح اراويكم في الفيديو. ونخليه يبرد شوي. طبعا لازم نتخلص من كل الماي اللي فيه ونخليه يبرد شوي، يعني يكون دافي قبل ما ننقله لصحن التقديم. هذا الجامي مالنا أصبح جاهز. طبعا يقدم مع الرطب أو التمر، ويوضع عليه وقت التقديم السمن العربي أو البلدي. وانتظرونا مشاهدينا في وصفات جديدة ومميزة على قناة إمارات الأشس، ونقولكم حياكم الله ومع السلامة.